عملتي سونار والدكتور قال لك الميه حوالين البيبي قليل. خلينا نعرف الاول الميه حوالين البيبي دي بتتكون ازاي. اول حاجه بتتكون عن طريق المشيمه، ثاني حاجه بتتكون عن طريق الجهاز البولي للجنين. ولازم نتاكد من صحه الحاجتين دول. اسباب قله الميه: اولا قصور في المشيمه، ثاني حاجه بعض الامهات بيكون عندها تسريب في جيب الميه او انفجار في جيب الميه، ده بيخلي ان الميه حوالين البيبي يحصل لها ليكج او تسريب. ثالث حاجه الجهاز البولي للجنين، بعض العيوب الخلقيه زي مثلا عدم تكوين الكليتين او تكوين الكليتين بعيوب خلقيه بتخليها مش شغاله بكفاءه. كل الحاجات دي بتبقى سبب في ان الميه حوالين البيبي تكون قليله. لو الميه قلت حوالين البيبي، ايه الخطوره في ده او ايه اللي بيخلينا قلقانين؟ بيخلينا قلقانين من نمو الرئه للجنين اللي بالتالي بيأثر عليه بعد الولاده. فبالتالي كل ما كان قله الميه حوالين البيبي حصلت في وقت متقدم او مثلا في الشهر الثامن او السابع، بيكون الاوتكم او الناتج للحمل او حاله البيبي بعد الولاده بتكون احسن بكتير عن لو لا قدر الله حصلت بدري، مثلا سواء في الشهر الرابع او الخامس.